بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون وعدد ما في السماء والأرض والكون. أهلا بكم. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل شنطة الموبايل دي. ممكن تستخدميها شنطة للموبايل أو شنطة كروس للأطفال. احنا كنا اشتغلنا الوحدة دي قبل كده في فيديو، هسيبلك لينك الفيديو في المقترحات اللي بتظهر على الفيديو في الوصف اسفل الفيديو. الوحدة كنا اشتغلناها باربع سطور، وقلنا لو حبيتي تزودي في الوحدة بتزودي عدد السطور بنفس الطريقة. دلوقتي انا هستخدم الوحدة اللي معايا ومن اي ناحية بكمل في السطور، بشتغل عقدة وباجي عند الفراغ اللي معايا في الزاوية، في زاوية المربع، بشتغل 3 سلسلة، بدخل بالإبرة وبشتغل 3 سلسلة، وبشتغل كمان 3 عمود، وبكمل في كل فراغ 4 عمود لآخر السطر. بكمل في كل فراغ 4 عمود لآخر السطر. آخر فراغ في السطر بشتغل 4 عمود، بشتغل 4 سلسلة، وبلف الوحدة وباجي عند أول فراغ وبشتغل 4 عمود، الفراغ اللي جنبها 4 عمود، وبكمل لآخر السطر بنفس الطريقة. في كل فراغ بشتغل 4 عمود. وصلت لآخر السطر واشتغلت في كل فراغ 4 عمود. بنيجي لآخر السطر بشتغل سلسلة وبلف الخيط على الإبرة وبشتغل عمود فوق السلاسل اللي معايا هنا في السلسلة، بدخل وبشتغل عمود، برتفع ب3 سلسلة وبلف الشغل اللي معايا وبشتغل بنفس الطريقة 3 عمود، وبكده بيكون معايا 4 عمود، وبشتغل في الفراغ اللي بعدها 4 عمود، وبكمل لآخر السطر بشتغل في كل فراغ
4 عمود. اشتغلنا في آخر فراغ 4 عمود، نشتغل 4 سلسلة. بلف الخيط على الإبرة وبلف الشغل، وبشتغل في أول فراغ 4 عمود. وبكمل في كل فراغ لآخر السطر، بشتغل 4 عمود في كل فراغ. أنا هنا اشتغلت سطرين، بكمل كمان 3 سطور علشان يكون معايا فوق الوحدة هنا 5 سطور، وبكمل من الناحية التانية بنفس الطريقة لحد ما بشتغل ظهر الشنطة اللي معايا بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض. بنشتغل رايح جاي بغرزة الجيراني لحد ما بكمل الشنطة اللي معايا كلها، ونشوف هنكمل مع بعض ازاي. كملنا السطور اللي محتاجينها واشتغلنا ظهر الشنطة. اشتغلت هنا فوق الوحدة 5 سطور، بعد من بعد الوحدة 1 2 3 4 5. اشتغلت 5 سطور، وفي الناحية التانية اشتغلت فوق الوحدة 30 سطر. دلوقتي بجيب الشنطة اللي معايا وبنقفلها بالطريقة دي، وباخد الخيط اللي معايا هنا تحت الغرز، بقفل بغرز الحشو معايا هنا. اشتغلت 3 حشو، باجي في الفراغ اللي معايا هنا باجي عند الفراغ بشتغل حشو، غرزة حشو واحدة. باجي فوق الأعمدة بشتغل 3 حشو، عند الفراغ اللي معايا هنا بشتغل غرزة حشو واحدة. باجي عند الأعمدة بشتغل 3 حشو، عند الفراغ بشتغل غرزة حشو واحدة، فوق الأعمدة بشتغل 3 حشو، بوصل للأعمدة اللي معايا هنا في الوحدة، بشتغل فوق كل عمود بشتغل غرزة حشو،
عند الفراغ، وبكمل فوق كل عمود بشتغل حشو كل غرزتين قصاد بعضهم، وبقفل بالطريقة دي. وبكمل بنفس الطريقة بغرزة الحشو لحد ما بخلص. وصلت لاخر الناحية اللي معايا هنا بشتغل سلسلة وبقص الخيط. هنقص الخيط بالولاعة، وبدخل بالإبرة وبدخل الخيط بدخل الخيط للناحية التانية من الشنطة وبقص وبثبته بالولاعة، بثبت الخيط بالولاعة. دلوقتي هنقفل مع بعض الناحية التانية بنفس الطريقة. بشتغل عقدة وباجي للناحية التانية وبقفل بنفس الطريقة. فوق الأعمدة بشتغل 3 حشو وبقفل ب3 حشو، وباخد الخيط أو طرف الخيط تحت الغرز. وعند الفراغ بشتغل حشو واحد، بقفل بحشو واحد. فوق الأعمدة 3 حشو بقفل ب3 حشو. عند الفراغ بقفل بحشو واحد. فوق الأعمدة 3 حشو. عند الفراغ حشو واحد. باجي عند الوحدة أو أصل الوحدة بقفل فوق كل عمود بحشو، بثبت الخيط اللي معايا هنا بالولاعة أو بدخله داخل الشنطة وبكمل. آخر الأعمدة معانا بقفل بنفس الطريقة ب3 حشو.
وده بيكون الشكل بعد ما قفلنا الشنطة. دلوقتي بشتغل اخر سطرين، بشتغل بغرز الحشو. وبكمل السطر ده واللي بعده بغرزة الحشو. كملنا سطرين بغرزة الحشو. اشتغلت 30 سلسلة، بسيب اول 3 وبدخل في السلسلة الرابعة وبشتغل أعمدة، وبكمل في كل سلسلة بشتغل عمود. لآخر السلاسل اللي معايا بكمل في كل سلسلة بشتغل عمود. وصلنا لآخر سلسلة بشتغل فيها تزايد ب10 عمود. وبكمل بشتغل فوق كل عمود بشتغل عمود. وبكمل لآخر السطر بس بكمل لآخر السطر بشتغل في كل سلسلة من الناحية التانية بشتغل عمود. وصلت لآخر السطر هشتغل سلسلة وأقص الخيط، هنغير اللون. بجيب اللون التاني بشتغل عقدة، وباجي في السطر الأخير بدخل بالإبرة واشتغل سلسلة وهلف الخيط على الإبرة وهشتغل نص عمود في السطر الأخير.
وبكمل نص عمود في السطر الاخير لحد ما اخلص الشغل اللي معايا كله لاخر السطر. بشتغل فوق كل عمود بشتغل نص عمود. في الاعمدة اللي معايا هنا بشتغل عمود او نص عمود بدون تزايد، بشتغل نص عمود واحد في كل سلسلة. دلوقتي بجيب الكبسونة اللي هثبتها في الجزء اللي معايا هنا. انا قصيت الجزء ده علشان اثبته في ظهر الشغل اللي معايا اللي هنا، قصيته على قد المسافة بتاعته. دلوقتي هنثبت بالإبرة والخيط. هثبت الجزء ده بالإبرة والخيط بالطريقة دي لحد ما نخلصها. ثبتنا الجزء ده بالإبرة والخيط ونضفنا الخيط الزيادة. دلوقتي بثبتها في الشنطة، باجي في النص كده بظبط الجزء اللي معايا وبالإبرة وبالخيط، وبثبت الجزء ده في ظهر الشنطة. بثبتها بالإبرة والخيط. وبثبت الخيط وبقص الخيط الزيادة بالولاعة. دلوقتي هنثبت الجزء التاني اللي معانا هنا. بظبط المسافة اللي معايا هنا وبثبت الجزء ده. ثبتنا الجزء ده في الشنطة. دلوقتي هنشتغل الجزء الأخير، هنشتغل يد الشنطة. ممكن تشتغليها بالخيط بغرزة العمود أو زي ما انت حابة بأي غرزة تفضليها، وممكن تشتغلي نصها سلسلة زي اللي معانا هنا وتشتغلي نصها بالخيط، ليكوا حرية الاختيار. دلوقتي بشتغل 3 سلسلة بيكونوا بمثابة عمود معانا، بشتغل كمان 2 عمود. برتفع ب3 سلسلة وبلف الشغل وبشتغل فوق كل عمود بشتغل عمود.
3 سلسلة، بلف الخيط على الإبرة وبلف الشغل وبشتغل كمان 2 عمود، بشتغل عمود فوق العمود، وفوق 3 سلسلة بشتغل عمود، 3 سلسلة، بلف الشغل بشتغل كمان 2 عمود، تلاتة سلسلة وبلف الشغل واشتغل كمان 2 عمود، وهتكملي بنفس الطريقة لحد ما بتخلصي الطول اللي انت محتاجاه من الحزام. ممكن تشتغليها وممكن تشتغلي الحزام بأي غرزة تفضليها. كملت الحزام للطول اللي انا محتاجاه وثبته الناحية التانية من الشنطة. وده كان فيديو النهاردة وفكرة النهاردة. عملنا شنطة للموبايل او للاطفال من وحدة كروشيه مربع الجيراني بوردة مجسمة في المنتصف. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وقولوا لنا رأيكم في التعليقات.